طلعنا رحلة مركب وما كناش متوقعين اننا هنواجه اصعب شعور في الحياة. واسمع القصة. المركب زحمة والكل مبسوط وعلي الضحكاية علي، وبعد ربع ساعة هوب واحد بعد ما كان ضحكته مسمعة اخر المركب وعامل فيها جاك سبارو وشه بقى مخطوف وحاسس انه تعبان والدنيا بتلف بيه، وواحد تاني نازل يقول لي في وشي عايز ارجع كابتن الله يقرفك، وبعد كده يقولوا لي الحق يا كابتن في بنت ومامتها تعبانين فوق. هو ايه اللي بيحصل؟ هو دوار البحر عدو الانسان الاول على المركب. دوار البحر هو لخبطة بين المخ والجسم، عينك شايفة حاجة غير الواقع، شايفة انك ثابت او المركب ثابتة، والاذن الوسطى اللي مسؤولة عن التوازن بتاعك حاسة بحاجة تانية خالص، حاسة ان في حركة بتحصل، فالدماغ او المخ يعمل ايرور، وده غالبا بيحصل لما المركب بتكون واقفة. لما المركب بتتحرك بيكون احسن شوية. طب ازاي امنع دوار البحر قبل ما اطلع على المركب؟ نايم كويس، واكل حاجة خفيفة بس مش جعان، وخليك في المركب دايما بره شايف البحر والطبيعة عشان تحس بالحركة، وبلاش تفضل باصص في التليفون او قاعد في المركب في حتة من تحت في الصالون مثلا او حتة ما فيهاش شباك. بقول لك على اللي يخلص الكلام روح لاقرب صيدليه وقول له عايز تابلت دوار بحر. طب ولو انا على المركب وجالي اعمل ايه؟ اطلع للهوا وبص قدام على خط ثابت او هدف ثابت زي جبل مثلا. بلاش تنام وراسك تبقى ثابته واشرب شويه ميه. خلي بالك هو في اوله بيبقى بسيط مش مزعج قوي، بس لو نمت هتحس ان انت بتتحاسب، ولو حصل قيء عادي دماغك هترتاح شويه، والاحسن ان انت تنزل الميه. لو نزلت الميه كل القصه الحزينه دي هتنتهي على طول. حد جاله دوار بحر قبل كده؟ اكتبوا لنا في التعليقات وكان ايه الشعور.